غريبة دي. أنا آخر مرة جالي فيها اتصال على التليفون الأرضي ده من 5 سنين، والساعة 2:30 بالليل. اللهم اجعله خير. ألو ألو. مصطفى، أيوة، مين معايا؟ انا ساره. نسيتني ولا ايه؟ سارة؟ سارة مين معلش؟ افتكرت. معقول؟ سارة عبد السلام؟ ايوه انا ساره يا مصطفى. خير، انت تمام؟ لا انا مش تمام، عشان كده اتصلت بيك، محتاجه مساعدتك. تحت أمرك، اتفضلي. عايزاك تساعدني في ألو ألو. الخط شكله فصل، بس أنا لسه فاكر النمرة. الو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام، مين معايا؟ معلش، أنا آسف، بس أنا جالي اتصال من شوية من سارة. سارة مين؟ سارة بنت حضرتك. أنا مصطفى، كنت زميلها أيام الكلية. انت مجنون يا ابني ولا شارب حاجة؟ أبدا والله، بس هي اللي... هي اللي ايه؟ سارة بنتي ماتت من 3 شهور. الله. انت متأكد يا درش انك ما كنتش نايم وبتحلم؟ طب واتصالي بيكم بعدها كان حلم برضو؟ مش ممكن مثلا تكون واحدة صاحبتكم من أيام الكلية وحبت تشتغلك وتسرح عليك؟ صح، اكيد هو كده. انا رأيي تنسى الموضوع ده خالص وما تشغلش بالك بيه تاني. أنا من رأي إبراهيم يا درش. عندكم حق، أنا كده ولا كده مش ناقص قلب الدماغ. الله أكبر والله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمله الماء. ألو؟ ايوه يا مصطفى. سارة؟ ايوه انا ساره. إزاي؟ ارجوك تساعدني. أنا اتصلت بيك امبارح بعد لما كلمتيني والخط فصل، ورد عليا أبوكي وقال لي إنك ميتة من 3 شهور. ارجوك تساعدني، مفيش وقت، اسمعني ألو ألو. وبعدين الحوار الغريب ده، أنا مش فاهم حاجة. مصطفى، انا متأكد ان دي واحدة بتشتغلك. ريح دماغك وشيل الفيشة وسده واستريح. أنا عكسك يا أبو خليل، بصراحة أنا مش مطمن، حاسس إن الموضوع ده بجد مش هزار. وحتى لو افترضنا كلامك صحيح يا عم أحمد، أنا برضو مش فاهم إيه المطلوب مني. ولا اي حاجة، زي ما قلتلك، سده واستريح،
شيل الفيشة. عندك حق والله، وده اللي انا ناوي اعمله اول ما اوصل البيت ان شاء الله. وادي السلك فصلناه عشان نريح دماغنا. يبقى وريني بقى هترن ازاي تاني يا معلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الو، أرجوك تساعدني. قولي لي اساعدك ازاي؟ انا ازاي كنت بتكلم معاها وسامع صوتها والتليفون مفصول ومفهوش حرارة؟ مش قلتلكم؟ انا كنت حاسس ان الموضوع ده مش مبني على مقلب او نكتة، في حاجة بخصوص سارة دي، وعشان نعرفها لازم نعمل شوية تحريات. مش عارف ليه يا ابو حميد، عندي احساس انك شايل قلبك وصابب مكانه اسمنت. بيقول لك التليفون ضرب بعد ما شال الفيشة وسمع صوتها وكلمته كمان. ده شغل اشباح وارواح يا عم. قصدك يعني ان روح سارة بتحاول تتواصل معايا عشان اساعدها في حاجة بخصوص موتها؟ هو ده يا درش، احنا لازم نعرف كل حاجة عن حقيقة وفاتها، وانا متأكد اننا ان شاء الله هنوصل لخيط يحللنا اللغز ده كله. توكل على الله يا درش، اطلع وقابل ابوها واعرف منه بنته ماتت ازاي، واحنا هنستناك في القهوة اللي هناك دي. لا، هنستناك عند المكتبة اللي هناك دي. مكتبة؟ اشمعنى؟ اعرف صاحبها من ايام المدرسة، هنروح نقعد هناك انا وابراهيم معاه لحد ما تخلص، وبالمرة اسأله لو يعرف حاجة عن موضوع موت سارة ده. ماشي، توكلنا على الله. خير؟ معلش انا اسف للازعاج، انا مصطفى اللي كلمتك امبارح. ايوه افتكرت، انت اللي كلمتني امبارح تسأل عن سارة بنتي. ايوه والله ما كنت اعرف انها توفت. انا جاي اعزيك، البقاء والدوام لله. ونعم بالله. اتفضل يا ابني. اتفضل اقعد يا ابني. شكرا، ربنا يخليك. معلش، هو انا ممكن اسألك هي سارة ماتت ازاي الله يرحمها؟ والله يا ابني ما عارف اقول لك ايه. ادي والله وادي حكمته. اللهم الاعتراض، لله ما اعطى ولله ما اخذ. ونعم بالله. بس صحيح، انا افتكرت ده امبارح لما اتصلت وسألت على سارة الله يرحمها، قلت ان كلمتك والتليفون فصل، ولا انا كان بيتهيألي عشان تليفونك صحاني من النوم وما كنتش مركز؟ لا متهيألي انا ان حضرتك اختلط عليك الامر. انا في واحدة زميلتنا من ايام الكلية اسمها سارة برضو، هي اللي بلغتني بالخبر، وبصراحة ما كنتش مصدق، عشان كده اتصلت في وقت متأخر. الحمد لله على كل حال. معلش نسيت اضيفك، انا هعمل لنفسي قهوة تشرب معايا. مش عايز اتعب حضرتك معايا. ولا تعب ولا حاجة. ها، سكرك ايه يا ابني؟ سادة لو سمحت. الو، ايوه احمد. مصطفى، انت فين بالظبط؟ يعني ايه فين؟ ما انتوا عارفين ان انا في بيت سارة الله يرحمها وقاعد مع ابوها اهو. هو جنبك دلوقتي؟ لا، راح المطبخ بيعمل قهوة. ليه، في حاجة؟ قم من مكانك واجري بأقصى سرعة واهرب من البيت ده فورا.
ليه؟ في ايه؟ الراجل قال لي إن سارة وأبوها ماتوا في نفس الحادثة. ايه؟ امال ده يبقى مين؟ اتفضل القهوة. تسلم ايدك. قلت لي انت كنت زميل سارة من ايام الجامعة. ايوه مظبوط. كنا زمايل ومش بس كده. تقصد ايه؟ مش فاهم. انا كنت متقدم لسارة زمان بس ما حصلش نصيب. قالوا لي ان ابوها موافقش على الجواز زي ما حضرتك عارف. انا يا ابني واضح انك فاهم غلط. انا مش ابو سارة. اتفضلوا الشاي يا رجالة. شكرا يا معلم. تسلم إيدك يا نضورة. المهم كمل بعدين. ولا قبلين سمعنا ان سارة وابوها سافروا السعودية يعملوا عمرة وماتوا في حادثة هناك. لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. بصراحة يا بختهم. يا بختهم؟ انت بتقول ايه يا عم؟ طبعا يا بختهم، حد يطول يموت موتة زي دي في الأرض المقدسة، الله يرحمهم. فهمت طبعا، الله يرحمهم. المهم نادر، تعرف حاجة عن الحادثة دي؟ اقصد يعني ايه نوع الحادث اللي حصل لهم؟ جوز امها بيقول ان السلطات هناك في السعودية بلغوه انها حادثة عربية. مش ابو سارة؟ امال حضرتك تبقى مين؟ انا ابقى جوز امها. ابو سارة طلق امها من حوالي 5 سنين واتجوزنا بعدها. بس ربنا وحده يعلم كنت بعامل سارة زي بنتي اللي ما خلفتهاش. الله يرحمها. معلش، ممكن اعرف هي سارة ماتت ازاي؟ والله يا ابني انا علمي علمك. يعني ايه؟ مش فاهم. انا هحكي لك القصة من اولها. صلي على النبي. يعني هم اتدفنوا هناك في السعودية؟ ده اللي جوز امها بيقوله. إزاي يعني أمها وأهل أبوها يوافقوا على حاجة زي دي؟ هو حد يطول يا عم يتدفن في الأرض اللي فيها بيت الله الحرام؟ طبعا معاك، بس يعني كل لما يحبوا يزوروا قبورهم يطخوا المشوار ده كله. صحيح. نادر، ازاي وافقوا على كده؟ بص، هو اللي انا اعرفه ان ابو سارة الله يرحمه مقطوع من شجرة، ملوش اي قرايب هنا في بورسعيد. طب وأمها؟ امها ماتت من سنة تقريبا، وسارة نقلت عند ابوها الله يرحمه. طيب واهل امها فين؟ امها اصلها من الصعيد الجواني، وعمرنا ما شفنا حد منهم جه هنا وزارهم. يعني من الآخر سارة وأبوها وأمها ملهمش حد يسأل عليهم. يعني سارة وابوها الله يرحمهم مدفونين في مقابر الصدقة في السعودية؟ ايوه، ده اللي انا عرفته من السلطات السعودية اللي اتصلوا بيا هنا وبلغوني. طب واهل ابو سارة وامها وافقوا انهم يتدفنوا برا مصر؟ مالهمش حد يا ابني، ولا عمر جالنا حد يسأل عليهم. وانا والله العظيم لا املك من حطام الدنيا الا مرتبي، وما اقدرش ادفع مصاريف شحن جثثهم. الله يرحمهم جميعا. لا اله الا الله، الله يرحمهم. معلش انا قلبت عليك المواجع وسهرتك معايا. استأذن انا بقى. على فين؟ ما انت قاعد. معلش اصحابي مستنيني. البقاء لله مرة تانية. ونعم بالله. السلام عليكم. وعليكم السلام. الف سلامة يا ابني. وعندك 3 سكيت وصلاح انت نشفت دم يا عم احمد لما اتصلت وقلت لي اجري بسرعة ده مش ابوها، وما كنتش فاهم اجري ليه، وايه المشكلة انه ما طلعش ابوها اصلا.
بصراحة يا مصطفى أنا أول ما عرفت من نادر إنه مش أبوها خفت عليك وحسيت إن ممكن يكون ليه يد في قتلهم. اعذرنا برضه يا درش، احنا من كتر اللي بنشوفه بقينا بننفخ في الزبادي. عندكم حق والله. المهم، انتوا ايه رأيكم في الحوار بتاع سارة ده؟ الكلام اللي سمعناه ما فيهوش أي شبهة على أي حد. الحادثة حصلت في السعودية، يعني في قارة تانية خالص. صحيح، بس ايه سبب تواصل سارة ومصطفى وطلبها انه يساعدها؟ انا لو ما كنتش شلت الفيشة بتاعت التليفون بنفسي كنت قلت واحدة بتستظرف، بس انا اقسم بالله شايلها بايدي دي. بصراحة الموضوع متعقد قوي. العقدة في الاتصال هدفه ايه؟ ايه اللي يخلي روح تتواصل مع اي حد؟ اللي اعرفه عن الحوار ده بس مش متأكد منه قوي يعني، بيقولوا ان الارواح بتفضل متعلقة بين السماء والارض لو اتظلمت او اتقتلت غدر. في سبب تاني يا مصطفى. ايه هو؟ إن جثتهم تكون لسه ما اتدفنتش. ترن احط الفيشة تسكت. هي ما اتصلتش ليه لحد دلوقتي؟ الفجر قرب يأذن. انا دماغي وجعتني. الله يرحمك يا سارة، تعباني وانت حية وشغلاني وانت ميتة. بس لو عرفت تتصل بيا ليه وعايزاني اساعدك ازاي؟ اللهم اني وكلت وفوضت امري اليك، فيا رب ارح قلبي ونور بصيرتي. الو. شعبة الضبع. الو سارة. شعبة الضبع يعني ايه؟ الله أكبر الله أكبر. معناها ايه الجملة اللي هي قالتها لك دي؟ شعبة الضبع اسم غريب بس سهلة. نسأل شيخ الحارة بتاع الزمان ده الحاج جوجل. صحيح، انا ازاي ما خطرش على بالي اعمل كده من الاول؟ اسمع يا سيدي، شعبة الضبع. حي شعبة الضبع يعد جزءا من حي العتيبية في مكة المكرمة والقريب من الحرم المكي الشريف. السعودية؟ اسمعوا، من تقود قدماه إلى داخل الحي يفاجأ بالمنازل المهجورة التي تحولت إلى مأوى للمجهولين والمطلوبين من أصحاب السوابق. بس أنا فهمت. اقفل بقى درش على الحاج جوجل بتاعك وخش على الأصلي اللي هيضرب لنا كل المعلومات اللي وصلنا لها في الخلاط بتاع مخه وينزل لنا بالترجمة على طول. خش يا أبو حميد. رجالتم تواضعنا والله يا أبو خليل. في ايه يا رجالة؟ انتوا نسيتوا المتاهة اللي احنا واقعين فيها؟ واحد ماسك لي طبلة والتاني واقف لي على المسرح. المهم خلونا في المهم. بصوا، أنا من خلال قرايتي الكتب كتير عن عالم الأرواح، في أرواح بتبقى متعلقة مش مرتاحة، وغالبا السر بيكون إنها مثلا اتحرقت أو غرقت ولسه ملقوش الجثث بتاعتهم، وإن الحادثة بتاعت سارة وأبوها دي حادثة عربية يعني مش غرق. يبقى مفيش غير إن السبب الوحيد لتواصل سارة معاك إنها تكون لسه فوق الأرض في مكان ما ولسه ما اتدفنتش. بس جوز امها قال لي ان السلطات السعودية اتصلت بيه وقالت له انهم هيدفنوهم في مدافن الصدقة هناك لو محدش من اهلها قرر انه يجي يستلم الجثث ويشحنها على مصر. اهو انا بقى الحتة دي واقفالي في الزور بالعرض، مش عارف ابلعها. الله ينور عليك يا ابو خليل، ده اللي انا كنت لسه هقوله لكم. المفروض ان حادثة زي دي يكون التواصل بين السلطات السعودية مع السفارة المصرية، ملهمش اللي هما يتصلوا باهلها. يعني ايه؟ امال مين اللي اتصل على جوز ام سارة وبلغ بالحادثة؟ هو ده مفتاح اللغز، بس نهاية الكلام
جثة سارة وأبوها في السعودية، في مكان ما، وفي الغالب وبنسبة 99% شعبة الضبع، مكة المكرمة. انا فرحان قوي، طول عمري بتمنى ان اشوف الكعبة اللي ياما رسمتها في كراسة الرسم في المدرسة زمان وانا صغير. طبعا، وقبر الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني انتوا يا رجالة مش زعلانين ان غرمتكم الغرامة دي كلها؟ ده ابراهيم كان ناوي يشتري عربية بالفلوس دي. انت بتهزر يا درش؟ هي في حاجة تسوى انك تزور بيت الله الحرام؟ وبعدين العربية دي ممكن توديني في حادثة زي اللي راحت فيها زميلتك وابوها الله يرحمه، بس ان شاء الله الزيارة دي توديني الجنة. يا سلام عليك يا ابو خليل يا عاقل، الله يفتح عليك يا ابني والله. تمام. طب دلوقتي الحجز وحجزناه والسفر الاسبوع اللي جاي ان شاء الله، ماذا بعد؟ انا اعرف صديق سعودي من على الفيسبوك وعلاقتي بيه كويسة. يا راجل، اول مرة اعرف الحوار ده والله. سلمان، مش فاكرين من 3 شهور تقريبا لما غبت عنكم 3 ايام؟ كان هو نازل زيارة لمصر ورحت عشان استقبله في المطار. افتكرت، وشفت صوركم كمان على الفيس عند الاهرامات. ايوه هو ده. انا طبعا مش هقول له احنا رايحين عشان ايه، احنا ننزل نعمل العمرة ان شاء الله، وبعدها باسبوع هنروح له ونقول له اننا سمعنا عن المنطقة دي، وهو طبعا عارف اللي احنا بنحب المغامرات. وعلى فكرة هو غاوي برضه استكشاف، بيحب يروح الجبال والمناطق المعزولة زي دي. يعني هيكون معانا نستكشف، ولو عثرنا على جثة سارة وابوها يبقى التصرف الطبيعي الاتصال بالسلطات المختصة يسلموها للسفارة المصرية، ويبقى كده عملنا اللي علينا، ولبيك اللهم لبيك. لا يا معلم، ده لسه في حوار كبير ولغز لازم نحله. طبعا، الاهم نعرف مين اللي عمل فيهم كده. الحمد لله على السلامة يا رجالة. الله يسلمك يا درش، والله كانت رحلة سهلة شك الدبوس. لبيك اللهم لبيك. لبيك اللهم لبيك. مبسوطة هنا؟ فرحان يا درش والله، حاسس زي ما اكون عيل صغير يوم العيد. والله الواحد حاسس انه بيشم هوا نضيف يغسل الروح وينعشها. المهم يا ابو حميد، انت ناوي تتصل بسلمان صاحبك ده من دلوقتي ولا هتستنى بعد العمر؟ انا متهيالي الاحسن انك تبلغه من دلوقتي عشان يكون عنده وقت يظبط اموره ويقدر يتفرغ لنا اليومين اللي قاعدينهم ان شاء الله. صح، وده اللي انا ناوي اعمله ان شاء الله. الو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك أخوي أحمد؟ أنا تمام والله الحمد لله، أنت أخبارك يا صديقي؟ والله الحمد لله في نعمة. إيش الفوضى اللي عندك؟ شكلك في السوق. لا والله أنا في مطار جدة، لسه واصل أنا و2 من أعزائي أصدقائي، جايين نعمل عمرة إن شاء الله. مش معقول، ليش يا رجل ما تقول لي من قبل كذا عشان أجي أستقبلكم في المطار؟ والله ما عندك حق في هذا. والله ما حبيتش أتعبك معانا، وما كنتش هعرف أقعد معاك وقت كفاية عشان العمرة، فقلت أخلص العمرة بمشيئة الله يعني، ولو أنت وقتك يسمح ممكن أزورك وأعرفك بالشباب. يا هلا بك وبأصحابك، نورتونا. خلاص يبقى موعدنا يوم الاثنين القادم إن شاء الله، هتلاقونا منتظركم الصباح أمام باب الملك عبد العزيز رقم 1 في الساحة الغربية إن شاء الله. إن شاء الله نشوفك على خير إن شاء الله. في أمان الله، نشوفكم على خير إن شاء الله. الله
يا هلا يا هلا يا هلا، مرحبا. أهلا صديقي سلمان. ده بقى مصطفى وده إبراهيم، أعز وأقرب الأصحاب. اهلا وسهلا، تشرفنا اخ سلمان. تشرفنا يا أخ سلمان. الشرف لي، شرفتوا ونورتوا. تفضلوا تفضلوا. جيب الشنطة عنك، حطها في شنطة السيارة. ادخلوا انتوا استريحوا، السيارة مكيفة، ترتاحون من الحر. تفضلوا، حياكم الله. ياسين والقرآن الحكيم. تفضلوا، عصير، موية، شوفوا حليب وتمر. شوفوا لا تستحوا، خذوا راحتكم. والله أنا خايف أكون معطلك عن شغلك وحياتك، بس هعمل إيه؟ معرفش حد هنا غيرك. عيب يا أحمد، أنت أخ كفاية اللي عملته معاي لما نزلت مصر، ولولا كان زماني تقلبت على قولتكم المصريين. المهم، أنا كنت عايز أسألك عن منطقة كنت قريت عنها قبل كده، موجودة قريب من هنا، اسمها شعبة الضبع. تعرفها؟ هلا أعرفها، وفي حد في السعودية ما يعرفها؟ ليه يا اخ سلمان؟ اقصد ايه السر في شهرتها الواسعة دي؟ ذي المنطقة أخ مصطفى فيها كل شيء أسود وشر ممكن تتخيله، سواء بشري أو حتى جني. جني؟ هي فيها جن كمان؟ طبعا، وإذا كان السبب الأساسي أنها تبقى مهجورة من السكان وظلت مستنقعة للمتسولين والخارجين عن القانون. يعني تقصد إن في خطورة لو حبينا نزورها يعني؟ ما أنا حكيت لك قبل كده على المغامرات اللي أنا بعملها أنا والرجالة. أنا أعشق المغامرة، وكثير حاولت أقنع أصدقائي إنهم يجوا معايا، نروح نستكشف نتجول هناك، بس الجبنة خايفين. أنا معاكم، بس الأول ترتاحوا من المجهود في العمرة والسفر، وبعدين نتوكل على الله. تفضلوا يا شباب، الشاي. تسلم إيدك، في وقته تمام. بس والله يا أخي ما أكلتوا شي. ما عجبكم كبسة السمك تبعنا؟ بالعكس والله، الأكل كان جميل جدا. تسلم إيدي اللي طبخ. بصراحة أكلة في الجون. تسلم إيدك يا أخ سلمان. بالعافية عليكم. أنا اخترتكم الأكلة ذي مخصوص عشان أعرفكم إنكم من بورسعيد والأسماك حياتكم. بصراحة اختيار موفق. ان شاء الله ترد لنا الزيارة دي قريب، والمرة دي بقى تقضي اجازتك كلها عندنا في بورسعيد. إن شاء الله، أكيد عن قريب. بقولك يا أخ سلمان، معلش أنا عارف اللي أنا بتقل عليك، بس هو أنت ناوي تاخدنا لشعبة الضبع دي إمتى إن شاء الله؟ كيف ما تبغوا، لو تحبوا تروحوا الحين أنا جاهز. واضح إن أحمد نقلك الفكرة الغلط عننا. بص يا أخ سلمان، هو احنا بنحب المغامرة بس مش لدرجة إننا نروح منطقة زي دي مليانة شياطين من الإنس والجن زي ما أنت قلت، وكمان بالليل. ولا أنت ليك رأي تاني وناوي تعليل الضغط يا أبو حميد؟ لا خلاص، إبراهيم عنده حق يا أخ سلمان، الصباح رباح إن شاء الله. خلاص، نصلي الفجر إن شاء الله ونفطر ونتوكل على الله. معقول اللي شفناه ده موجود هنا في السعودية؟ والله يا أخ أحمد، عندك حق تستعجب. أنا نفسي مستغرب زيكم. أنا صحيح سامع قصص وحكايات كثير عن المنطقة هذه، بس عمري ما دخلتها إلا اليوم معكم. بس أنا كنت فاكر إن كل الناس في المنطقة دي زي ما أنت قلت، سوابق وخارجين عن القانون. صحيح، المطعم اللي اتغدينا فيه ده كان نظيف جدا واصحابه ناس طيبين جدا. والله اللي سمعته أنه نسبة 40% فقط هم من السكان السعوديين الأصليين القدام، والباقي من العمالات الوافدة اللي منتهي إقاماتهم والخارجين عن القانون وأصحاب السوابق مثل ما بتقولوا. بس إيه سبب الانفلات الأمني هناك، مع إني شفت أكتر من سيارة شرطة يعني؟ المشكلة في الجبل، كل ما تقوم حملة على المنطقة يهربوا ويتخبوا في الجبل والمناطق اللي يصعب على سيارات الأمن دخولها. طب يا مثبت العقل والدين يا رب. مالك يا أخ إبراهيم، في شي مضايقك؟
ايوه انا. ليش وش سويت له؟ اصل انا من كتر ما عشنا وشفنا مع بعض انا والرجاله حفظوني، بالاخص ابراهيم بقى استاذ في قرايه افكاري قبل حتى ما يطلع الكلام من لساني. ايش اللي قريته يا اخ ابراهيم؟ كان هيقول لك عايزين نروح نستكشف الاماكن والجبل اللي انت قلت سيارات الشرطة ما بتوصلهاش، صح يا عم احمد؟ صح يا ابو خليل. بصراحة في هذا ابراهيم عنده حق. معقول يا احمد تجازف مجازفة زي هذا؟ وعشان ايش؟ المنطقة هناك كثير خطرة، ممكن احد فينا يتأذى. يا اخ سلمان، انت طبعا مش مضطر تيجي معانا، بس لو ممكن تنتظرنا في مكان وان شاء الله نشوفك لما نرجع. شوف انا بجلس، بس مش خايف على نفسي، بس عشان نقدر نتصرف لو لا قدر الله حصل شيء. عشان كذا بظل متواصل معاكم عن طريق الجوال، وفي حال وجود خطر كل المطلوب منك يا أحمد تقول كلمة واحدة: لله الأمر، وأنا بفهم ساعتها وتصرف، وإن شاء الله ما في شيء سوء يحصل لكم. فكرة ممتازة، اتفقنا. أحمد انتظر لحظة. امسك، خلي المسدس ذا معاكم، هو مشحون وجاهز متعدد الطلقات، بس اسحب زر الأمان هذا لو حسيت بأي اعتداء. ممتاز، تسلم ايدك، توكلنا على الله. في أمان الله. يا رب احنا جينا المشوار ده ابتغاء مرضاك، ابعد عنا الأذى واهدنا وارشدنا إلى الطريق الصحيح، إنك على كل شيء قدير. آمين يا رب العالمين. مصطفى، إبراهيم، خلينا في ظهر بعض عشان محدش من المجاذيب أو السوابق اللي هنا دول يفاجئونا. طب أحمد، هو أنت ضربت النار قبل كده؟ طبعا، أنت مش عارف إني أديت الخدمة العسكرية وهناك ضربونا على ضرب النار، وإبراهيم كمان، صح يا أبو خليل؟ ايوه طبعا، هي دي ايام تتنسي. ايش الأخبار يا شباب؟ الطريق وعر قوي، بس لحد دلوقتي تمام. اهم حاجة يا درش، ان شاء الله لو لقينا جثة سارة وابوها رد فعلك يكون طبيعي ولا كأننا نعرفهم. مش عايزين نخش في سين وجيم. ما تقلقش، أنا فاهم، ربنا يسترها إن شاء الله. أعطيني شيء مما أعطاك الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. اتفضل يا حاج، ربنا يفتحها عليك وعلينا إن شاء الله. مصطفى، خد بالك، انت كده هتلفت الانتباه لينا. ايوه صحيح يا درش، ولا هتلاقيهم واحد ورا التاني طالعين لنا. أعمل إيه يعني؟ أقول له يحنن؟ انت لا تقول ولا تعيد، صدر الطرشة، وعقد حواجبك وما توقفش لحد. مضبوط كلام أحمد إبراهيم يا مصطفى، لا تتيهم أي اهتمام وخليك في طريقك. ايه ده؟ خير، ايش اللي صار؟ الطريق انتهى، مفيش غير مدخل لمغارة جوه الجبل. أحمد، قف مكانك ولا تخطو خطوة واحدة للأمام. صحيح، انا فاكر سلمان قال لنا ان السوابق موجودين في الجبل ده. لا، هذا مو قصدي. السوابق بيستخبوا في الجبل بس لما بتكون في حملة، وغالب الحملات هذه بتحصل بالنهار أصلا. لا أحد منهم يجرؤ على دخول الجبل بالليل. إيه السبب؟ لأن الجبل بيكون مسكون بالليل. تقصد يعني الجن والعفاريت؟ بقول لك أمرهم سهل، تقرأ الذكر والقرآن نتخلص منهم. امال انت بتحذرنا من ايه؟ أنا نسيت أقول لكم إن هذه المنطقة مشهورة بوجود أشرس الذئاب اللي ممكن تواجهها في حياتك.
محدش يتحرك من مكانه. طب ايه رأيك تضرب طلقة في الهوا تطفشهم؟ لا انتبهوا، بيجونكم جماعتهم. صح، اعملوا زي ما بقول لكم بالظبط. ما تنزلش عينك من عينه، ولو قرب منك اصرخ في وشه بأعلى صوت. عم احمد مصوت ولا لسه؟ يا عم تصوت ايه؟ بقول لك اصرخ في وشه، بس مش دلوقتي، لو قرب اكتر من كده. دول بيقربوا ناحيتنا وعينيهم بتطق شرار. دلوقتي؟ لا استنى، لو قربوا اكتر. الحق، في ايه؟ الظاهر ان القبيلة جت لوحدها من غير ضرب نار. اسمعوا يا شباب، سحبوا بشويش، خلي عينكم عليهم لا يغدرونكم. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. يعني هي دي التعليمات الأخيرة يا أبو حميد؟ نتشاهد؟ أشهد أن لا إله إلا وأشهد أن الله محمدا رسول وأشهد الله. أن محمدا رسول الله. هو إيه اللي حصل؟ إيه اللي جراهم؟ من أنتم؟ وإيش جابكم من المنطقة هذه؟ يا أهلا بمصر ورجالة مصر، أهلا يا أولاد النيل. أنا عشت في مصر 15 سنة من عمري وأعشق كل شيء مصري. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ألف حمد وشكر ليك يا رب. وأنت بتعمل إيه هنا يا أخ؟ اسمي بشير، أخوك بشير إدريس. تشرفنا. أخوك أحمد الجنيدي. أخوك مصطفى محمود، أهلا وسهلا. وأنا أخوك إبراهيم مسعود. أنت ربنا بعتك لينا في الوقت المناسب، الحمد لله يا رب. الشرف إلي، بس انتوا ايش جابكم المنطقة هذه؟ انتم تايهين ولا ايش؟ احنا بصراحة كنا جايين نستكشف المكان. جايين من مصر مخصوص تستكشفوا هذا المكان؟ لا طبعا، احنا جينا نعمل عمرة وبعدين زرنا صديق عزيز سعودي. كنا سمعنا عن شعبة الضبع وحبينا نشوفها ونستكشف المكان. الحمد لله على السلامة شباب، خفت بالحيل وانا مو معكم. الحمد لله على سلامتكم. الله يسلمك. هو ده صديقي سلمان من هنا من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي سلمان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا هلا بك أخوي بشير. أعتذر منكم شباب، جاني اتصال بخلص وأكلمكم. أنت بتعمل إيه هنا يا أخ بشير؟ أنا جيت هنا من 2 كنت شغال وأمور طيبة، بس للأسف الكفيل طردني وقفل لي ورق المعاملة حقي، واضطريت أجي أشتغل هنا لحد ما ربنا يأذن. طب وعايش إزاي وسط الخطر ده كله؟ لا تخف علي، احنا نخوف العفاريت نفسهم. تفضلوا معاي، تفضل. على فين يا أخي بشير؟ أنا ساكن في البناية اللي هناك دي، ولا تخافوا، تفضلوا. بس دي عمارة مهجورة، ازاي قادر تعيش فيها؟ صحيح، احنا كمان سمعنا ان في جن ساكنين الاماكن المهجورة دي. قلت لكم لا تخافوا على الجن، يشوفونا ويجوا من الخوف. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت مخاوي؟ كلنا أخوة في الله يا أخي إبراهيم، لا تخافوا، الله معكم وأنا في خدمتكم. يعني انت تعرف احنا هنا ليه؟ وفي انتظاركم عشان أساعدكم في المهمة اللي جايين عشانها. يعني انت عارف فين مكان جثة سارة وابوها؟ لا، بس أعرف فين سارة وفين أبوها.
ايه؟ يعني ايه؟ قصدك سارة وابوها لسه عايشين؟ اي نعم، وهتشوفوهم دلوقتي وتفضلوا من هنا. سارة! الله أكبر، الله أكبر. سبحانك يا رب. امال هم نايمين ولا ايه؟ لا، ده في غيبوبة من ساعة اللي حصل لهم. قصدك من ساعة الحادثة؟ حادثة ايش؟ اللي عرفناه إنها حادثة عربية. لا مش صحيح، سارة وابوها تعرضوا لمحاولة قتل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا أستاذ سامي. شكرا يا ابني، ربنا يجعله عامر بأصحابه. كنت عايز أتكلم معاك شوية لو سمحت. اتفضل، مش هاخد كتير من وقتك. تحت أمرك يا ابني، خير. اتفضل بس اقعد واستريح. تشرب شاي ولا قهوة يا عم صابر؟ ولا أي حاجة، شكرا. أمر يا حاج نادر. هاتلي شوية شاي 50 وشوف الأستاذ سامي يشرب ايه. يعني مصمم؟ خلاص، يبقى شوية قهوة مانو من ايدك الحلوة دي يا راجل يا طيب. من عينيا يا أستاذ سامي. أحلى منو الأستاذ سامي وصلحه. متشكرين يا ابني، أؤمر. كنت عايزني في حاجة؟ أيوة، من حوالي أسبوعين جالي 2 شباب. واحد منهم كنت أعرفه من أيام المدرسة، وكانوا بيسألوا عن الحادثة بتاعت سارة وأبوها الله يرحمه. غريبة دي، ومسألتهمش كانوا بيسألوا عن سارة وأبوها الله يرحمهم ليه؟ الحقيقة هما بيقولوا إن صاحبهم التالت كان زميل سارة الله يرحمها أيام الجامعة. أيوة افتكرت فعلا. من حوالي أسبوعين جاني واحد اسمه مصطفى وقال لي إنه كان زميل سارة الله يرحمها أيام الدراسة. بس فهمت، يبقوا دول صحابه اللي قال كانوا مستنيينه. أيوة هم دول. أنا برضو مش فاهم، أنت بتسأل عن إيه بالظبط؟ لا أبدا، أنا استغربت من سؤالهم وقلت أسألك يمكن. اتفضل القهوة يا أستاذ سامي. تسلم إيدك يا عم صابر. والشاي 50 بتاعك يا حاج نادر. تسلم إيدك يا عم صابر. حاج، دي تاني مرة اسمعه يقولها لك، شكلك هتنولها قريب يا نادر يا ابني. ما نالها وخلاص يا أستاذ سامي، عقبالنا احنا بقى. ايه؟ امتى ده؟ والله ما اعرف. هو انت ما تعرفش ان الأستاذ نادر عمل عمرة من حوالي 4 شهور؟ محاولة قتل؟ هي سارة وابوها ما عملوش حادثة بالعربية ودخلوا في غيبوبة بسببها؟ لا، سارة وابوها تعرضوا لمحاولة قتل. من مين؟ قصدي مين اللي ممكن يحاول يقتل أب وبنته جايين يزوروا بيت الله الحرام؟ أنا ما عنديش كلام أقدر أقوله غير اللي قلته. يعني سارة وأبوها في غيبوبة من حوالي 4 شهور؟ أيوة مظبوط. طب معلش، هم إزاي لسه لحد دلوقتي عايشين وهم في مكان زي ده ما فيهوش أي تجهيزات طبية؟ وإزاي أهل الكهف فضلوا عايشين في كهفهم نايمين أكتر من 300 سنة؟ يا الله، يا من انت عظيم يا رب. طب معلش يا أخي بشير، هو أنت ليه ما طلبتش عربية إسعاف أو أخدتهم المستشفى من ساعتها؟ أخي مصطفى، هناك قوانين لا نستطيع مخالفتها. أنا لا أقدر على التواصل مع البشر إلا بإذن أو تكليف، وقد أمرت بالتواصل معكم أنتم فقط، ولقد انتهت مهمتي. ده سلمان. ألو. اعتذر منك اخوي احمد،
جتني مكالمة مهمة، طمني عنكم عساكم بخير. أيوة الحمد لله. الأخ الله، هو راح فين؟ إبراهيم، مصطفى، فين بشير؟ مش عارف، ده كان لسه واقف هنا وسطينا. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمعني يا أحمد، قايلكم في جن كثير بهالمنطقة. المهم وينكم الحين بالضبط؟ احنا في والله ما عارف، أنا مش مجمع. احنا في آخر بناية على أول طريق الجبل. تقصد البناية المهجورة اللي بأول الطريق؟ أيوة هي دي. طيب انتظروني، لا تتحركوا من مكانكم، أقل من 3 دقايق وأكون عندكم. يعني انت كنت في نفس العمرة اللي سارة وابوها الله يرحمهم كانوا فيها؟ الظاهر كده. تصدق ما أخدتش بالي من المفارقة دي قبل كده. أنا بصراحة انصدمت لما عرفت عن الحادثة اللي حصلت لهم، وما جاش في بالي أبدا إنهم كانوا في نفس العمرة اللي أنا فيها. غريبة. يعني انت ما قابلتهمش هناك ولا شفتهم ولو حتى صدفة؟ لا أبدا. أصل أنا كنت طالع مع مجموعة وكنا معظم الوقت مع بعض. يا ريت كنت قابلتهم، يمكن ما كانش حصل اللي حصل. ده أمر الله يا ابني، ده أجلهم اللي ربنا كتبه لهم. ها، استأذن أنا بقى. شكرا على القهوة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مع السلامة. الله سبحانه سخركم وجابكم من مصر عشان تكونون سبب في إنقاذ حياة 2 أبرياء. المهم دلوقتي هنتصرف ازاي؟ دول شكلهم لسه فيهم نفس. أنا بتواصل مع الشرطة الحين وأعلمهم كل شيء. معلش يا أخي سلمان، تبلغهم بإيه بالظبط؟ لا تخافون، أنا كنت معكم مشاهد. نقول إنكم جيتوا من مصر عمرة وجينا نستكشف هالمكان، وطلع لكم ضباع، ولما نحشتوا البناية لقيتوا 2 في غيبوبة. طب معلش يا أخ سلمان، هو احنا في أي مساءلة علينا؟ لا بالعكس، تستاهلون مكافأة، والطب الشرعي بيفحصهم ويحدد من متى هم في غيبوبة، وختم جوازاتكم يثبت دخولكم جدة قبل 10 أيام بس، فلا تخافون. مركز العمليات الأمنية الموحدة 911. معك سلمان العتيبي، تواجد الآن بمنطقة شعبة الضبع، وبلغ عن وجود شخصين في حالة إغماء في البناية المهجورة. يجب الاستماع إلى النهاية والأخير لحضرات السادة المغادرين على متن الخطوط الجوية السعودية. رحلة رقم 638 ورحلة تجري الرياض. يرجى من جميع السادة المسافرين سرعة التوجه الآن لبوابة الصعود رقم 214. قلت لكم لا تخافون، الشرطة اتخذت اللازم وما عليكم أي شيء الآن. طب وسارة؟ صحيح، هيعملوا ايه في الجثتين اللي لقيناهم؟ مفروض مندوب من السفارة يستلم الجثث ويشحنها لمصر. سبحان الله، الله كاتب ان تجون من مصر تلاقونهم متوفون بالمستشفى. واضح ان الاخ مصطفى حساس بالحيل ولا يتحمل، تقول يعرفهم كثر ما بكى عليهم. احنا مش عارفين نشترك ازاي يا اخ سلمان، تعبناك معانا.
والله أنا مكسوف منك يا صديقي، بس هنعمل إيه؟ نصيبك كده. لا تمزح يا رجال، تشرفت بشوفتكم والله، بهاليومين شفت معكم شغلات ما بنساها طول حياتي. أمان الله وحفظه. ايوه خير، مين؟ مصطفى؟ ازيك يا استاذ سامي؟ دول احمد وابراهيم اصحابي، ممكن نتكلم مع حضرتك شويه؟ اتفضلوا يا ابني. خير ان شاء الله. بصراحه انا مش عارف ابدا منين. انا رأيي تبدأ من الاخر يا درش. خير يا ولاد، في ايه؟ قلقتوني. احنا لسه راجعين امبارح من السعودية يا أستاذ سامي. السعودية؟ طيب وده ايه علاقته بيه؟ السفاره المصريه ما اتصلتش بيك؟ ايوه فعلا، قالوا لي انهم شحنوا جثة سارة وابوها والمفروض توصل بكرة ان شاء الله. بس انا مش فاهم حاجة، هما خرجوهم من مدافن الصدقة يعني ورجعوهم على حسابهم؟ طب ليه؟ انا هحكي لك الموضوع من اوله، صلي على النبي. يعني سارة وابوها ماتوا مقتولين؟ أيوة للأسف، وغالبا اللي اتصل بيك وانتحل شخصية من السلطات السعودية له علاقة بالموضوع. هي سارة وابوها الله يرحمهم كان بينهم وبين اي حد مشاكل من اي نوع يا استاذ سامي؟ لا لا ابدا، دول ناس محترمين، وبالذات سارة كانت بنت يتمناها كل شباب المنطقة. بس استنوا، انا متهيالي انا عرفت مين اللي عمل العملة دي. مين؟ نادر صاحب المكتبة. معقول؟ نادر؟ مستحيل، أنا أعرفه وأعرف عيلته كويس جدا، عيلة محترمة وكلها شهادات عليا، ده غير إن أعرف شخصية نادر الهادية بطبعها. انا زيك بالظبط، ولو اي حد كان قال لي الكلام ده ما كنتش صدقته، بس الحقيقة الصدفة او القدر وبمشيئة الله ظهرت الحقيقة قدامي ومن غير ما ادور عليها. ممكن توضح لنا اكتر يا استاذ سامي؟ اللي سمعته من ام سارة الله يرحمها ان نادر اتقدم لخطبة سارة اكتر من مرة واترفض. زي ما قلت لكم سارة كانت بنت في غاية الجمال والاخلاق والعلم، هدية لأي شاب امه وربه راضيين عليه. يا عم عبد السلام، انا بس نفسي اعرف سبب واحد لرفضي. انا الحمد لله عندي من العلم والمال اللي يوفي اي متطلبات لاي بيت يناسبني. يا ابني يا حبيبي انت سيد الناس، بس والله البنت اللي رافضة وانا مستحيل اجبرها على جوازة. طيب اعرف السبب عشان بس ارتاح، تسمح لي اتكلم معاها في حضورك؟ يا ابني ما تزودهاش، الموضوع بسيط ومش محتاج كل ده، وكل شيء اسمه نصيب. واللي انا حضرته بعد ما اتجوزت ام سارة انه اكتر من مرة يفتحني في الموضوع، وكل مرة ارد عليه بنفس الرفض. اصراره كان عجيب، وجاني في يوم يبكي زي الاطفال. ابوس ايدك يا استاذ سامي تساعدني، انا طالب الحلال يا عالم وداخل البيت من بابه. يا ابن الناس انت راجل متعلم وقاري وصاحب مكتبة،
ما قريتش في مرة جملة ليس كل ما يتمناه المرء يدرك؟ وبعدين يا أخي أول شرط من شروط الجواز القبول، وواضح إن البنت لا مؤاخذة يعني مش قابلاك، هتعمل لها إيه؟ انا مش فاهم وليه ما تقبلنيش. انا الحمد لله شهادتي اعلى من شهادتها، وعندي مكتبة وشقة مفروشة من الالف للياء. ايه ناقصني؟ لا إله إلا الله، ربنا يهدي لك سرك يا ابني. يعني فعلا من ايام الجامعة كانت بتقول ان في واحد صاحب مكتبة عند بيتهم اتقدم لها اكتر من مرة. المهم أنا اكتشفت بالصدفة وأنا قاعد مع نادر لما ندهلي عشان يسألني عن اليوم اللي جيت وزرتوني فيه، اكتشفت إنه كان في عمرة في نفس الوقت اللي سارة وأبوها كانوا فيها هناك وما رجعوش. بس أنا كده فهمت. نادر عرف بشكل ما توقيت العمرة اللي سارة وأبوها طالعينها. أكيد حجز وفكر إن ممكن يحنن قلبها في مكان روحاني زي الكعبة، وأكيد الطلب بتاعه اترفض كالعادة. ممكن تكون حصلت مشادة بينه وبين أبو سارة، اتعصب عليه موته وموت سارة. إزاي؟ معرفش. وبعدين اتصل بيك من هناك على إنه من السلطات السعودية عشان محدش يبلغ عن غيابهم جوه مصر، والمباحث توصله عن طريق التحريات طبعا وتوقيت السفر. لا إله إلا الله، والله حزين عليه أكتر من حزني على سارة وأبوها، لأنهم في الجنة إن شاء الله، وهو دمر حياته وخسر آخرته. ربنا يسامحه ويهون عليه اللي جاي. طب دلوقتي احنا المفروض نتصرف ازاي؟ انا رأيي اننا نبلغ بكل المعلومات اللي عندنا وهم يحققوا معاها بطريقتهم. وهنقول لهم ان سارة اتصلت بيا برضو؟ صحيح. اكيد هيسألونا ليه سافرنا وعملنا كل اللي عملناه ده على اي اساس، والاساس طبعا هو اتصالها بيك يا مصطفى، وهي اللي قالت لك على شعبة الضبع. طب وبعدين؟ دي كده اتعقدت. لا يا ولاد، العقدة سهلة حلها ومن طرف واحد. ايه هو؟ الجثث لما توصل اكيد الطب الشرعي ساعتها هيشرحهم لمعرفة سبب الوفاة، ده لو ما كانوش عملوا كده فعلا في السعودية وبعتوا مع الجثث التقرير اللي بتوضح سبب الوفاة. صح، وساعتها هيفتحوا التحقيق مع اهلها اللي مفيش غير حضرتك يعني تقريبا باقي منه. وطبعا هتقول لهم انك شاكك في نادر وتسيب الباقي عليهم. صدقني هيوصلوا له في يومين. انا معاكم في الحل ده، بس احنا لازم نواجهه عشان لو لسه فيه عقل يسلم نفسه. وانا موافق يا ابني، توكل على الله، وانا في جميع الاحوال لو حققوا معايا هقول لهم كل اللي اعرفه. احنا هننزل من هنا عليها على طول، وان شاء الله سارة وابوها يرتاحوا في قبرهم قريب جدا. ايه ده؟ المكتبة قافلة، هي الساعة كام؟ انا عارف بيته، هو مش بعيد عن هنا، يلا بينا. ايه ده سلمان بيتصل. الو احمد، بقول لك شيء وما راح تصدقني. خير؟ اليوم الشرطة راحت تعاين المكان اللي حصلوا فيه البنت وابوها الله يرحمهم. وبعدين؟ حصلوا جثة لشاب مصري بنفس المكان. ايه؟ لا حول ولا قوة الا بالله. وما عرفوش اسمه ايه؟ الا كان معي جواز مصري اسمه نادر عبد العال ويشتغل بمكتب